هذا تمثيل، وبالتالي أخذ الكرت الثاني، لكن ليس هناك تمثيل لأنه ممكن هذا اللاعب يسقط بأي، وفعلا أنا ما بقول في إعاقة، لكن في بودي كونتاكت خلى هذا اللاعب يسقط. يلا نشوف اللي بعدها. طبعا دي البطاقة الصفراء الثانية ومعاه الحمراء لأنه أخذ بطاقة صفراء. نعم. أولى. برضه كان في احتجاج نفس الحكاية. طيب دي نفس الحالة هي ذاتها؟ نفس الحالة هي ذاتها، نفس الحالة نعم. وبرضه نقول يا جماعة ليس كل سقوط لاعب داخل منطقة الجزاء ركلة جزاء، وليس كل سقوط لاعب داخل منطقة الجزاء سيموليشن، ما تمثيل. نعم. نشوف الحالة اللي بعدها. هنشوف الحالة بتاعت النفط دي بالمناسبة فيها تريك كبيرة جدا جدا. شوف اللاعب ده بعد ما وقع، نرجع ثاني، نرجع ايش؟ نشوف اللقطة من الأول. نرجع ثاني نشوف اللقطة من الأول. اللاعب ده وهو جاري، شوف اللاعب ده، نرجع هنا السقوط، هذا اللاعب سقط. شوف ده لما جاء ماشي برضه اداه بركبته، فتح له الحاجب ده. يمكن الحكم يكون ما شاف، لكن مخالفة صريحة واضحة انه هذا اللاعب ده مفروض يقعد برا. وده اذا الحكم ما شاف كان بالضرورة انه الحكم المساعد يشوف، واذا الحكم المساعد ما شاف كان بالضرورة انه الحكم الرابع يشوف، لانه ده السلوك العنيف داخل الملعب.